تعالوا نقيم يا جماعه لعيبه الزمالك النهارده قدام مودرن سبورت. في حراسه المرمى كان صبحي، الصراحه النهارده يستحق 9/10. طيب، عندنا خط الدفاع احمد حسام والزناري. الزناري كان كويس على فترات، فممكن نديله 7. احمد حسام محسيتش انه انقذ حاجه قويه، فممكن نديله 5. بنتاي كان كويس بس طبعا قعد شوط واحد او شوطه 5 دقايق، فبنتاي كان ممكن نديله 7.5. احمد محمود انا حسيت بيه على المستوى الدفاعي بس مش على المستوى الهجومي، فممكن نديله 6. جهاد النهارده كان غريب، مكانش عاجبني خالص بصراحه، فممكن نديله 4. سيف كان بيحاول بس عنده مشكله بدنيه، يعني ما بيكملش، مش بيعافر لحد الاخر. طيب ممكن نديله 6.5. ايشو كان كويس بس مستعجل، فممكن نديله 5.5. ناصر ماهر عليه علامة استفهام كبيرة، جات له فرص النهارده وضيعها، احنا ممكن نديله 3. ناصر حبيبي التاني، ناصر منسي عمل 3 اسيست النهارده الصراحه، بس ما جاتلوش كور اللي هو كمهاجم، انا مش عارفه اقيمه كمهاجم، بس هو عمل 3 اسيست النهارده كانوا فرص للتسجيل فعلا، فممكن نديله 8. طبعا في بدلاء نزلوا، بس كلهم ما عجبونيش كلهم، فانا مش هقيمهم. اتمنى ان الناشئين تشد حيلها شويه، انا سمعت ان فيهم ناس كويسه بس انا لحد دلوقتي ما لقيتش حد كويس، فاحنا المفروض احسن ناشئين في مصر نركز شويه.